الله وبركاته. رب تكونوا جميعا بخير. من أسوأ أساليب التسويق من ناحية التكنولوجي أو التك أو الانفراستراكشر هي التسويق من خلال المؤثرين أو الانفلونسرز. ليه؟ أنت تتخيل عندك حد عنده 1,000,000 متابع مثلا، عمل شير للمنصة بتاعتك أو المنتج أو اللاندنج بيج أو الابليكيشن، وآلاف الناس دخلت حملت الابليكيشن بتاعك كلهم مرة واحدة. فطبعا ايه اللي بيحصل سبايك عالي جدا على السيرفر او على السيرفرات مرة واحدة، ايا كان السولوشن اللي انت شغال بيه، شغال كلاود، شغال بيرميتر، شغال ايا كان اللي انت عامله. وطبعا ده بيعمل امباكت عالي جدا جدا جدا، السيرفيس بتنزل داون، بيحصل بطء الى اخره. فطبعا ده لازم يكون ليه حلول من الناحية التقنية، لأن أنت دافع فلوس عشان يحصل الترافيك ده والناس تدخل تعرف المنصة بتاعتك. فأنت بيكون ليك هدفين، براند أويرنس، فمينفعش الانطباع الأول إن يكون السيرفيس بتاعتك ضعيفة أو بطيئة أو مش شغالة، والانطباع التاني والهدف التاني بيكون السيلز أو المبيعات. فبطبيعة الحال ما ينفعش أبدا أبدا إن أنت تصرف فلوس وفي الآخر تخسر الفرص اللي جاية لك دي. طيب في العادي أنت الترافيك بتاعك بيكون محسوب، أو الامباكت على السيرفر في العادي او السيرفرات او الانفراستراكشر بتاعتك بتكون محسوبه. انت شغال حتى لو شغال لوجاريتمك، يعني الجروس بتاعك عالي او كبير، انت في الاخر عارف ايه اللي بيحصل، متوقع ايه اللي بيحصل، عارف ازاي هتهندله. يعني النهارده انت بيدخل لك ولنفرض 100 عميل يوميا، او في 100 اوردر بيتعمل من اصل ترافيك مثلا 1000 يوزر بيدخلوا على المنصه. تاني يوم عارف ان الرقم ده هيبقى 2000 او هيبقى 3 بناء على ارقام سابقه ليك. فانت بتتوقع وعارف اللي هيحصل، ايه اللي جاي، فبتحضر نفسك ليه. لكن لما بيكون في تأثير لحظي وقوي مرة واحدة، وكمان التأثير ده بينزل بعدها وبيضعف جدا جدا، يعني ممكن يكون مثلا يدخلك 30,000 يوزر مرة واحدة، 50,000 يوزر مرة واحدة، وانت في العادي بيدخلك 1000 أو 2000، وبعدين هوب بعد ما يخلص ال البوست او التويته تاخد وقتها اللي هو ساعه 2 3، بتلاقي الدنيا خلاص رجعت طبيعيه خالص. والمشكله الكبيره بتكون في الامباكت اللي بيطلع مره واحده اول ما بتطلع التويته او تنزل على السوشيال ميديا، وبعد كده خلاص الترافيك بينزل في رينج متوسط مثلا، وبعدين بينزل للرينج الطبيعي بتاعه. طيب لو انت فاهم شغلك مظبوط او عامل شغلك، هيقابلك برضو بعض المشاكل، زي مثلا ايه، ان الاوتو سكيلينج بتاعك بطيء. هو بيعمل اوتو سكيلينج وكل حاجه، بس هو لما بيحس بالترافيك او بيشوف الترافيك ويبدا ياخد عليه اكشن وينيشيت انستانسز تانية او وركرز تانية، الموضوع بياخد وقت. حاجه تانية ان في حاجه اسمها الكولد ستارت مثلا، انت عشان يلود الايمج والايمج تكون شغاله دي برضو بتاخد وقت، فده بيعمل بطء. فانت مثلا حاطط 3 انستانسز او 5 انستانسز، لكن انت فعليا محتاج يكون العدد 10 او 20 او 30. الداتابيز برضو ممكن ما تكونش مستعدة، ممكن الداتابيز ما يكونش عليها اصلا يعني جاهزة، عليها انستانسز برضو اضافية او ريبليكاز جاهزة شغالة، الكاشنج مش متظبط احسن حاجة. في عندك الكوي مثلا، الكوي سيستم، انت السيستم بتاعك مش بنيه، مش عامل فيه كوي سيستم مثلا، فمع اول كام ثانية بتلاقي الدنيا وقعت، الدنيا بالكامل وقعت. طيب ازاي تحل الموضوع ده، او ازاي تكون مجهز نفسك للقصة دي؟ خلينا نتكلم عليها عشان نعمل يعني خلينا نقول لاير تو لاير ديفنس استراتيجي. فهنقسمها لمراحل. خلاص، اول حاجه، مش طبيعي، مش العادي ان الانفلونسرز بيعلنوا عن المنصات من نفسهم. هو لازم انت الماركتنج تيم يكون مرتب ومنسق معاهم ان هو هيعمل ماركتنج للبلاتفورم بتاعك مقابل فلوس. فبالتالي في العادي بيكون متحدد البوست ده هينزل امتى. فقبل الحملة او قبل الكامبين دي بتتعمل لازم يكون في حاجة اسمها بري وورمنج. يعني ايه بري وورمنج؟ يعني انت بتجهز نفسك للي هيحصل. يعني مثلا المينيمم ريبليكاز مثلا بدل ما يكون ولنفرض 3 ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 10.
ك... كبداية. وده بتحدده منين؟ بتحدده بقى على خبرتك السابقة في الموضوع ده. حد من التيم بيكون مر بسيناريوز مشابهة، بتكون متوقع العدد بتاع الانفلونسر ده والريزلت اللي هتيجي من خلاله او الامباكت اللي يجي من خلاله، فعلى اساسه بتبدأ تجهز نفسك وتزود عدد الريبليكاز او الانستانسز الشغالة. تاني حاجة، انت بتسكيل بالار بي اس مش بالسي بي يو. السي بي يو دايما بيجي متاخر، تمام؟ فالافضل ان انت تكون مجهز نفسك على اساس الريكوستس بير سكند، الليتنسي، الكويلنس، الى اخره. طيب هتعمل الكلام ده بايه؟ عندك مثلا حاجه زي كده، وعندك البروميثيوس ادابتور، ممكن تشتغل بده او بده. طيب نروح للنقطة اللي بعد كده، ألا وهي الريال تايم سرفايفل. طيب احنا خلاص عملنا البري وورمنج بتاعنا وجهزنا نفسنا للإمباكت الكبير اللي هيجي، على أساس إن الدنيا تكون مستعدة بالصورة الكافية. يعني أنت متوقع إن يجيلك 50,000. السيرفر في الطبيعي أو الريبليكا أو الانستنس مثلا بيكون جاهز إن هو يتحمل 1000 يوزر، فبالتالي أنت محتاج مثلا، مش هنقول 50 واحد، خلينا نقول انت محتاج مثلا 20-30 كبداية. فالمينيمم انستانسز او المينيمم ريبليكاز هتكون العدد ده، وبعد كده هو هينيشيت بناء على الترافيك اللي جاي والاستخدام. طيب اثناء بقى السبايك وانت جوه السبايك، لان هيجي لك برضو ترافيك اضافي وانت شغال، وهيحصل كوي، هيحصل عليه تزاحم. فالموضوع ده هتهندله ازاي؟ هتعمل حاجه اسمها كوي ناو واكسكيوت ليتر. يعني انا هحط الحاجه في الكوي وبعدين هنفذها بعدين. يعني انا مثلا عندي ريجستريشن، عندي ايميل، عندي اناليتكس، عندي ويب هوكس، مش شرط تتنفذ في حاجات، مش شرط تنفذ حالا. يعني شخص عمل ريجستريشن عندي على البلاتفورم، بعت له او تي بي، خلاص اوكي. طيب لو انا هبعت له ايميل، ويلكم ايميل، الويلكم ايميل هو عباره عن ايه؟ يعني هو عباره عن يعني وورم ويلكمنج، مش اكتر، مش حاجه مهمه، مش حاجه خطيره، مش حاجه ما ينفعش تتاجل. فبالتالي رساله زي كده ممكن تتاجل كام ثانيه، تتاجل دقيقه، تتاجل 2، لحد ما تسرفايف لحد ما تسرفايف السبايك او الامباكت العالي دون، وهكذا. فالكلام ده هيتعمل ازاي؟ هتتعامل ب اس كيو اس، رابت ام كيو، كافكا، الى اخره. اي كوي سيستم تقدر تشتغل عليه. هنيجي بعد كده تالت او رابع نقطة اعتقد، هي الريت ليميتنج. تمام؟ انت بتقفل الدنيا، بس بتقفلها بطريقة ذكية. قفل للاكشنز اللي بتحصل بس من خلال الاي بي او اليوزر او الاند بوينت. يعني مثلا انت ممكن تليمت الريكوستس لاي بي اي معينة بناء على عدد الاكشنز اللي بتيجي او عدد اليوزرز اللي بتيجي. يعني ما ينفعش نفس الاي بي او نفس اليوزر يعمل ريجستريشن واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. مثلا لو انت عامل اوفر، لا هو ليه ريجستريشن واحد بير داي مثلا او بير اور، فما ينفعش يدخل يسجل اكتر من اكونت عشان ياخد الاوفر الموجود. دي مثلا حاجه بزنس سايت، هي بزنس سايت بس هي بتامباكت على التكنيكال. فانت لما تعملها تكنيكال هتفيد البيزنس وهتفيدك من ناحيه التكنيكال. برضو بتعمل كاش everything، يعني انت بتكاش الحاجات، اي حاجه انت مش محتاجها تعمل لها كاشنج. يعني كان عندنا مثلا كيس ستادي حقيقيه، كان عندنا ابلكيشن، والابلكيشن ده اول لما بيحصل ماركتنج بتلاقي هيت فظيع على اي بي اي واحد، اللي هي الانيشيشن اي بي اي بتاعه الابلكيشن. فكانت الفكره ايه يا جماعه؟ هي الاي بي اي دي في ايه؟ فيها قابل للتغيير او بيتغير. تقريبا كل الداتا اللي موجوده فيها، حتى لو كبيره حتى لو قليله، ثابته، انت بتغيرها كل ريليس. يمكن يعني جواها كميه داتا كبيره، اوكي، جواها الكونتريز، جواها ممكن سيتيز او ايا كانت الداتا اللي موجوده فيها، وجواها مثلا الفيرجننج بتاع الابلكيشن والاي بي اي الى اخره، ويعرفك انت في اي فيرجن. فبالتالي لما عملنا ليها كاشنج، الامباكت على السيرفرات، عملنا لها كاشنج من خلال كلاود فلير. يعني عملنا لها رول خاصه كده على كلاود فلير ان هو يكاش
الريكوست ده التايم محدد ويغيره. انت عندك الترافيك ما بين يعني خلينا نقول كان مثلا حاجة و50,000، العدد نزل جامد جدا جدا، بتلاقي السيرفر عليه مثلا او الانستنس عليه متوسط 400 يوزر بس. فهو الطلعة الأولانية أو السبايك الأولاني خلاص راحت فين؟ البروكسي أو الكاشنج لاير خدها وهندلها، وانت السيرفرات بتاعتك والداتابيز قاعدة رايقة، ولا في أي مشكلة ولا في أي حاجة. فدي برضو حل كويس جدا جدا. يعني انت ممكن تكاش اللاندنج بيج، ممكن تعمل انفلونسر لاندنج بيج مخصوصة ليه، الهيتس كلها والامباكت كلها كله ينزل عليها، وبعد كده اليوزر يتحرك. بتعمل برضو كاشنج للكونفيجريشن، للفيتشر فلاجز. طبعا الكلام ده بتعمله بايه؟ هتعمله من خلال سي دي ان زي ما قلنا كده، كلاود فلير، قلت لكم على كيس ستادي. عندك ريدس كداتابيز كاشنج، عندك الاب كاشنج نفسه سواء براوزر او موبايل ابلكيشن. النقط اللي جايه بعد كده هتكون مرتبطه بالتريكس اللي تقدر تطبقها على الكوبرنيتيز بخصوص برضو السبايك. خلينا نقول ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها الاوفر بروفيجن نودز، يعني بمعنى اصح ان انا اخلي عندي نودز اضافيه فاضيه جاهزه لاي سبايك يحصل، ودي بتفيدني لو حصل اي ترافيك مفاجئ فبالتالي بيشتغل عليها. يعني انت لما بتعمل اوتو سكيلينج او كلاستر اوتو سكيلينج الموضوع بياخد وقت، السبايك بيجي لحظي. فعشان نحل الموضوع ده نعمل ايه؟ على الكوبرنيتيز بنعمل بافرنج نودز، تمام، وبنعمل سبوت انستانسز للكامبينز. النقطة السابعة وهي برضو مرتبطة بالكوبرنيتيز ألا وهي البريوريتي كلاسز. إنك تعمل بريوريتي للكلاسز اللي موجودة في السيستم. فالسيستم وهو شغال هيشوف الأولوية لإيه ويشتغل عليها وقت الزحمة. يعني لو عندي زحمة هو هينفذ ده قبل ده، فده بيأثر برضو معايا على البلاتفورم وقت الشغل. تامن حاجة هي البود ديستريبيوشن بادجت. عشان البود ما تقعش وقت الضغط، فانا بعمل ان المينيمم افيلابل ولنفرض 80%، فلازم يكون عندي 80% من البودز افيلابل وريدي ان هي تشتغل وتستقبل ريكويستس، مش مشغوله او غالبها مشغول. فده برضو بيأثر على موضوع الكنترول بتاع الترافيك اللي جاي عليا لو انا شغال بالكوبرنيتيز. بعد كده خلينا نتكلم على الداتابيز. طبعا الداتابيز عندك الكونكشن بولز توصل للليميت، خلاص الدنيا بتاعنا. لسه حالا كنت شغال على 2 بي والويب سايت بتاعهم كان قاعد بينزل داون ويقول لي ماكسيمم داتابيز كونكشن مش عارف ريتشد ولا ايه، وطبعا انا مش عارف ابراوز الويب سايت بسبب المشكله دي. فاول حاجه بتحصل، يعني اول مشكله رقم واحد، ان الكونكشن بولز خلاص انفجرت، انتهت، مفيش كونكشنز عشان تكونكت عليها. فانت محطوط بقى في الايه، في الكوي منتظر دورك. وما دام انت منتظر دورك، لو هو انت بتعمل ويت او الوركر بيستنى عليك او كده، اللي بيحصل ان هو بيسمع في حته تانية، بيسمع في اللود بالانسر او بيسمع في الاباتشي او الانجن اكس، او بيفضل قاعد مستني، قاعد في الويت. والويت ده يعني حاجز مكان ومستني، والداتابيز الدنيا مضغوطه فيها. فمش بس الداتابيز بتقع وبتمباكت على اللي قبليها كله، تمام. فدي طبعا بتكون مشكله كبيره. برضو لو حصل عندك لوكينج على التيبلز، لو انت الكود البرمجي والدنيا والداتابيز مش متهندله من ناحيه الاستراكشر ومن ناحيه الشغل، وحصل لوكينج على التيبل، يعني انت لو شغال مثلا بالداتابيز ستراكشر قديم زي ماي اي اس اي ام مثلا، ماي اس ام، مش شغال بانو دي بي، ماي اس ام بيعمل لوك على التيبل كله. مش هقولك بيعمل لوك بقى على الرو، لا، ده بيعمل لوك على التيبل كله. طيب ولنفرض ان مبرمج، يعني الله يسامحه، مثلا في عندك فيتشر ان هو يتشيك يابديت مثلا الفيزيتورز على الويب سايت. فعندك فيلد في الداتابيز اسمه الفيزيتورز، فالرقم مثلا ولنفرض 1000،
فهو بيعمل له ابديت، وفي واحد تاني عايز يعمل له ابديت، واحد تالت عايز يعمل له ابديت، واحد رابع عايز يعمل له ابديت. وطبعا عشان يعمل له ابديت ما ينفعش يعمل له ابديت وفي واحد عامل لوك على التيبل عشان هو بيعمل ابديت. فاهم اللخبطه؟ انت واقف، كله واقف ورا بعضه عشان يعمل ابديت على التيبل. بالعكس انت ممكن لو عملت ان هو ينسرت نيو رو مثلا، هيكون افضل كتير جدا من انه يابديت نفس الرو ويفضل قاعد مستني لما ده يخلص وبعدين يدخل هو وده يخلص، او بتعمل ريد من تيبل والتاني بيعمل رايت ومستني ده يخلص، فلخبطه جامده جدا. وبرضه عندك مشكله الرايت ستورم، يعني لو بيحصل رايتنج ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ده بيعمل مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب ايه الحلول بتاعت الموضوع دي؟ مثلا لو احنا بنتكلم على الكيس ان انت بتعمل ريدنج، فانت بتعمل ريد ريبليكاز. الريبليكاز دي بتعمل ريد، هي الميزه بتاعتها ان انت بتعمل منها ريد، ما بتعملش على رايت خالص. تمام. ولما تيجي تعمل كده لازم تاخد بالك من حاجه، الا وهي ان هو الريبليكاز اللي هتقرا منها تكون سينكد مع الماستر داتابيز سيرفر. يعني ما ينفعش يبقى عندي ماستر وريبليكا، والريبليكا مش نفس الداتا اللي موجوده على الماستر موجوده عليها، ده هيعمل لي مشكله كبيره جدا. فلازم الدنيا يكون الاستراكشر بتاعها برضو في الحته دي مظبوط. الكونكشن بولز، طبعا انت بتزود الكونكشن بولز بتاعتك القدر اللي هو يتحمله الهاردوير، والريبليكاز بتساعدك في الموضوع ده. بتعمل رايت باتشنج برضو عشان ما تقعش في مشكله الرايت ستورم. و برضو بتعمل تعطيل لبعض الرايت فيتشرز اللي موجوده عندك في البروجكت. يعني مثلا خلينا نقول ان عندك مثلا الاناليتكس ممكن تعطلها، ده بيوفر لك رايتس كتير، وكمان بيوفر الكونكشن بولز كتير جدا جدا ليه. فممكن يكون عندك في البلاتفورم امكانيه ان انت تعمل ديسيبل للرايت بتاع بعض الفيتشرز، زي مثلا اناليتكس، زي مثلا السلات المهمله او الابندنت كارتس. مثلا انا يوزر بعمل اوردر، خلاص حطيت الايتمز في السله ما نفذتش، فبدل ما انا احفظ الكلام ده في الداتابيز انا ممكن احفظه على جهاز اليوزر بس، فالداتا دي تبقى سيفد يوزر سايت. فانا عملت ايه؟ عملت سيف للكونكشن بولز بتاعتي على الداتابيز، وكمان عملت سيف للرايت عشان ما يحصلش عندي رايت ستورم على الداتابيز، وكمان وفرت ترافيك وسي بي يو بالنسبه للانستانسز او الوركرز او ايا يكن، وبرده على مستوى الداتابيز اللي احنا بنتكلم عليها حاليا. طيب المشكله هنا ان انت بتخسر داتا. يعني انت اليوزر ده اللي هو حط الحاجه في السله، طبعا انت السيناريو الطبيعي ان الناس كتير هتحط في السله وقليل قوي اللي هينفذ، فاللي هينفذ انا اللي ههتم بيه، واللي مش هينفذ انا هخلي الاوردر بتاعه موجود وخلاص. هتقولي طيب انا خسرت كده اليوزر ده، هقول لك ان انا عندي برضو حلول للموضوع ده. يعني انت خسرت اوريدي، ماشي، انت مش عارف اليوزر ده حط ايه في الكارت، ولا هو يعني كان مهتم بايه، بمنتج ايه او بايتم ايه، وبالتالي مش هتعرف تستهدفه بعد كده. لكن هو اوريدي الداتا دي سيفد عنده على البراوزر، فانت ممكن بعد كده لما يدخل في وقت تاني ما يكونش فيه امباكت والفيتشر ده متفعل، تعمل ايه؟ تاخد الداتا دي وتحطها عندك في الداتابيز، وتبقى عارف ان هو حط الايتم ده في السله في الوقت الفلاني، وما نفذش الاوردر ده على مستوى البراوزر وعلى مستوى كمان الموبايل ابلكيشن. فانت ممكن تكاش الكلام ده يوزر سايد، وتكاشه كمان على از براوزر وكمان از موبايل ابلكيشن. ف كده انت بتوفر. طيب انا هنا الفكره انا خسرت فرصه، هو انت ما خسرتش فرصه، بس هو كل الفكره ان انت عندك امباكت قوي جدا وعندك فلوس هتصرف جامده جدا. فانت ممكن تلاقي الفاتوره بتاعتك جايه لك مثلا 20 30 الف دولار، وانت في الاخر مبيعاتك كلها كلام فاضي. يعني انت مبيعاتك ما حققتش الارقام دي، فانت بالتالي هنا خسرت كتير جدا جدا. الانفلونسر بياخد مبلغ كبير، وكمان انت خسرت من الناحيه دي، فلازم تهندل الموضوع بصوره اقل تكلفه ليك. فمساله ان انت الفيتشر فلاج يكون موجود عندك في الداشبورد، تعطل بيه الرايتس بتاعت بعض الفيتشرز اللي موجوده عندك، زي الاناليتكس، زي السيف بتاع السلات المهمله الى اخره. كل الكلام ده بيوفر عليك جامد جدا من ناحيه الداتابيز.
وعيبه زي ما قلنا ان هو بيضيع شويه داتا، لكن في الاخر هو الموضوع ورثة ان انت توفر الكلام ده. بعد كده النقطه رقم 5، لو بصينا من ناحيه اليو اي يو اكس، يعني من ناحيه اليو اكس استراتيجي، لو عندك مثلا كلاود فلير، لما انت بتروح تفعل عليه الاندر اتاك بيعمل ايه؟ بيحط لك جافا سكريبت بيلود 5 ثواني. الخمس ثواني دي بتوفر عليك كتير جدا 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 من ناحيه الترافيك، بتبطئ الدنيا انها تمباكت السيرفر لحد ما انت تهندل الترافيك اللي موجود عندك. فانت ممكن تعمل لودنج سكرينز، تعمل كوي بوزيشننج، ممكن تعمل هاي ترافيك رايت ناو، تعمل سوفت ديليجيشن الى اخره. يعني انت ممكن تعمل بعض الاكشنز اللي تبطئ الترافيك ان هو يمباكت السيرفر عندك باللودنج سكرينز، او ان يكون في لودنج ما بين صفحه والثانيه. والحلول الثانيه ان لما يكون في امباكت عالي يظهر سكرين بتقول لليوزر والله سوري احنا عندنا امباكت عالي، معلش جرب كمان كام ثانيه، او ويت احنا حاطينك في كوي وهتدخل دلوقتي الى اخره. فده بيوفر عندك الدنيا شويه. طبعا في يوزر ما بيستحملش الكلام ده وبيقوم جاي على طول عامل اكزit، وفي يوزر بيتقبل الموضوع، وده حسب انت عامل ايه. انت لو عامل لودنج سكرين بشكل جميل بشكل لطيف اوكي، لكن انت لو قمت جاي حاطط له على طول شاشه بتقول له والله احنا الدنيا بيزي رايت ناو وحاول في وقت تاني، فخلاص هو يقول لك نظام فاشل ومش هيدخل. هي بتختلف حسب انت بتطبق ايه وبتعمل ايه والامباكت بتاعه في النهايه. نيجي بعد كده لو قلنا ان انا هجهز نفسي للموضوع، فانا مثلا بعمل سكيل مثلا 5x او 10x للانفراستراكشر بتاعتي. هي باي ديفولت خلينا نكون متفقين ان هي تتحمل ترافيك محدد، وهي معموله ان هي تشيل ترافيك محدد. فانا هزود الكونفيجريشن بتاعها مثلا 5x او 10x بس قبل الكامبين على طول. هي اوريدي كونفيجر ان هي تعمل اوتو سكيل وكل حاجه، بس انا هعدل الكونفيجريشن واكبر البري ستارت بتاعي او الديفولت كونفيجريشن بتاعها للوقت الحالي. برضو هفعل الورم كاشنج، يعني مثلا عندي سيرفرات مثلا للريدس او الى اخره، بدل ما يكون سيرفر 1 او 2 او 3 برضو هزودها. هعمل ديسيبل للنون كريتيكال فيتشرز، ودي احنا مرينا بيها قبل كده، اشتغلنا عليها. كان عندي فيتشر معين كده في الابلكيشن، والفيتشر مش مهم خالص ومش متشاف جوه البروفايل بتاع اليوزر، لكن هو كان بيمباكت في الترافيك جامد جدا جدا جدا، بيعمل امباكت عالي على السيرفرات، بيخليها اوفر ويلمنج. فمجرد ان انا ما عطلت الفيتشر ده الدنيا بقت ستيبل جدا جدا جدا. طيب اوكي انا عطله ساعه ساعتين الامباكت تنزل، هقوم جاي مفعل الفيتشر وخلاص، الموضوع سهل جدا. برضو الريت ليميت علي الريت ليميت، على الكوي، هتابع المونيتور، يعني همونيتور الليتنسي بتاعي، شوف الليتنسي بتاعي وضعه ايه والدنيا ايه اللي حاصل فيها. بعد بقى ما الدنيا ما تهدى عندي خلاص انا هعمل سكيل داون. هتقول لي انا عامل اوتو سكيلنج، اقول لك اوكي انت عامل اوتو سكيلنج للوضع السيناريو الطبيعي، لكن انت مش مجهز نفسك للسبايك اللي بيحصل فورا. فاحنا بنعمل السكيل 5 او 10x عشان السبايك ده يكون جاهز للسبايك ده انت ما تحسش بيه. وبعد كده خلاص هتعمل ايه؟ هتعمل سكيل داون، مش هتسيب السيرفرات اللي شغاله اللي مالهاش لازمه دي قاعده بتسحب فلوس وقاعده تسحب من البادجت بتاعك بدون داعي. وبعدين هتعمل ري انيبل تاني للفيتشرز اللي انت كنت عطلتها، وهتعدل كل الكونفيجريشن بتاعك ترجعه للوضع الاصلي اللي كان عليه زي ما قلنا. في النهايه السبايكس ما بتتحلش بالاوتو سكيل، السبايك بيتحل من ناحيه الاركتكتشر، ان انت تعدل الاركتكتشر بتاعك عشان يتقبل الحجم ده من الترافيك، وده بيكون بيساوي فلوس. الفلوس ده بتكون على هيئه فرص مفقوده زي موضوع اللي هي انك تعمل ديسيبل لبعض الفيتشرز، او بيكون على هيئه ان انت تسكيل اب وبعد كده تسكيل داون تاني بعد ما يخلص الموضوع ده. طيب لو انا عندي حل تاني، ايه الحل التاني اللي انا هعمله مكان الكلام ده كله؟ الحل التاني اللي انا هعمله ان انا هشتغل بوركرز كلها اونلاين، هشيل الليميتس من عليها، اشتغل بالكلاود داتابيز بدون ليميتيشن، هعلي اعلى حاجه، كل حاجه تعلي اعلى حاجه.
وفي النهايه ايه اللي هيحصل؟ في النهايه انها هتدفع فاتوره قد كده، تدفع فاتوره كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي كل اللي احنا بنتكلم فيه ده عشان ما ندخلش في مرحله ان تدفع فاتوره ضخمه بدون داعي. انا كان في يعني كيس ستادي انا حضرتها، وانا اعتذرت عن المشروع ده بصراحه، لان اللي كان ماسكه حد ما عندوش خبره خالص، والمشروع كان بيتباصى الناس معرفه وحاجات زي كده. بس كان الفكره ان هما كانوا بيعملوا واخدين على اي دبليو اس خلاص، وعاملين اوتو سكيلينج. الاوتو سكيلينج اول حاجه ما كانش بيعمل سكيل داون، فهو مش اوتو سكيلينج، هو اونلي اب، يعني هو بيسكيل اب بس فقط، ما بيعملش سكيل داون. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو حتى مع الاوتو سكيلينج اللي كان معمول، او السكيل اب اونلي اللي كان معمول، هم كانوا عاملين كونفيجريشن غلط، ان كان السيرفرات بتنزل داون. طيب اوكي، انت السيرفرات بتاعتك نزلت داون، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بقفل النتورك، وبعدين بشوف المشكله منين عندي، او انا بمونيتور، احاول امونيتور المشكله. لو قادر اكسس السيرفرات، لو مش قادر اكسس السيرفرات بقفل النتورك عليها، وبعدين اكسس السيرفرات اشوف المشكله منين احلها، وبعدين اشغل الدنيا بعد كده. لا، انت تخيل ان انت عامل كامبين مع انفلونسرز، مش واحد ولا اتنين، مع كذا حد، وانت بتقعد 48 ساعه داون مثلا او 3 ايام. فطبعا الدنيا رايحه في داهيه، الدنيا رايحه في داهيه. طيب زياده على كده ان بيجي لك اخر الشهر فواتير بسبب ان انت عامل سكيل اب اونلي، فواتير تلاقي نفسك اخر الشهر جاي فاتوره ب 10000 دولار. طب 10000 دولار انا اصلا ما كسبتش الكلام ده، يعني انا بصرف، يعني انا كاونر بصرف على المشروع من جيبي، ماركتنج وتيم و فايه النتيجه؟ النتيجه ان بتاع الاي تي او السي اي او يروح يكريت اكونت جديد وينقلوا عليه الدنيا وخلاص، ويسيبوا الاكونت ده لاي دبليو اس، يقضوا بقى ولا يعملوا اي حاجه. خلاص احنا مش هندفع فلوس، ففلوسك ضاعت على الارض يا صابر. نفس الموضوع الشهر الثاني برضو فواتير ضخمه، كرر نفس الموضوع الشهر الثالث الشهر الرابع. كل ده كونفيجريشن غلط، خبره، مفيش خبره عند التيم، هاندلنج اصلا غلط في غلط للبروجكت والفيتشرز، وفي النهايه فلوس اترمت على الارض والمشروع بيضيع في النهايه. شكرا لكم.